ساعتين اتنين بس فرقوا في حياة المشير عبد الحكيم عامر، وأنقذوه من محاولة اغتيال إسرائيلية سنة 56. يا ترى إيه تفاصيل المحاولة دي؟ ومين اللي أنقذ حياة عامر؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. خليكم معايا، أنا إيمان مطر، ودي قناة حواديت. أهلا بيكم. في يوم 24 أكتوبر سنة 56 سافر المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع ورئيس الأركان المصري ساعتها، ومعاه هيئة الأركان كلها، في زيارة للأردن وسوريا. خلص عامر مهمته في الأردن واتجه لسوريا، وهناك عرفت إسرائيل عن طريق جاسوس ليهم ميعاد رجوعه لمصر هو والوفد اللي كان معاه. كان ميعاد العودة يوم الحد 28 أكتوبر سنة 56، وتم تحديد الطيارة اللي هيركبها عامر. كان طبعا الصيد اللي وقعوا عليه فرصة كبيرة ما كانوش يحلموا بيها، إن يتم اغتيال وزير الدفاع المصري ومعاه هيئة أركانه كلها بضربة واحدة، وقبل العدوان الثلاثي بيوم واحد. يعني هيبقى الجيش المصري ساعتها بدون أي قيادة عسكرية. إسرائيل هتضمن الانتصار السريع واحتلال الأراضي المصرية. اتحمس للخطة دي رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن جوريون ورئيس الأركان موشي ديان، وبدأت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة تدريبات ليلية مكثفة لاعتراض الطيارة المصرية وإسقاطها بطريقة توحي بأنها وقعت نتيجة عطل فني عشان إسرائيل ما تتحملش المسؤولية. وفي الميعاد المحدد طلعت الطيارة متوجهة إلى مصر، فقامت طيارتين فامباير إسرائيليتين وهجموا الطيارة المصرية فوق الساحل اللبناني وأسقطوها في البحر للأسف. واستشهد في العملية دي 16 مصري من الجيش والشرطة والصحفيين، بالإضافة ل2 من طاقم الطيارة. بعد الحادث على طول جاسوس إسرائيلي اللي كان في سوريا، وواضح إنه كان قريب قوي من الرئاسة السورية، بلغ إسرائيل بإن عامر وبعض هيئة أركانه ما كانوش على الطيارة اللي وقعت. ليه بقى؟ كان سبب إنقاذ عامر هو حبه للدعاية، فأمر بعودة الطيارة دي لمصر، وعليها بعض من أعضاء الوفدين العسكري والشرطي ووفد الصحفيين، عشان كلهم يكونوا في استقباله بمطار الماظة لما يرجع من الرحلة، ويقوموا بالتغطية الإخبارية الكبيرة للعودة. وطلع بطيارة تانية بعد قيام الطيارة الأولى بساعتين. لما عرفت إسرائيل بأن عامر لسه عايش، قرروا بعد مباحثات بينهم وبين بعض إنهم ما يستهدفوش طيارته التانية، لأن ساعتها كان هيتكشف جاسوسهم اللي بلغهم بالتطورات، ففضلوا إلغاء العملية. إسرائيل طبعا لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، وليلتها مصر قدمت طلب لبريطانيا على أساس إنساني بتطلب فيه المساعدة في البحث عن الطيارة المفقودة. المفارقة بقى إن بريطانيا طلبت من إسرائيل إنها تساعدها في البحث عن الطيارة دي. العملية دي سموها في إسرائيل تارنجول، وفضلت في السر لمدة 32 سنة، ولم يتم النشر عنها إلا في يناير 1989، يعني بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ب11 سنة. والسنة دي وبالتحديد يوم 2 مارس 2025 أصدرت مصر قرار بتكريم شهداء الشرطة اللي كانوا على الطيارة، يعني بعد 69 سنة من وفاتهم، عشان مصر عمرها ما تنسى ولادها اللي راحوا ضحية الغدر. تحياتي.